وداعًا للغلاء وجشع التجار، النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلتين كده بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة، يعني توفير التوفير. بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة عملنا نص كيلو من الكفتة وكمان 12 رغيف من الحواوشي، حاجة كده توفير التوفير. لو رحت كلتيهم في مطعم بره انت وولادك هتدفعي مبلغ قد كده. احنا بقى هنجيب نص كيلو بس من اللحمة المفرومة وهنعمله في البيت بحاجة كده يعني ولا أروع، حاجة كده تحفة زي ما انتوا شايفين. الطعم بقى مقولكوش حاجة كده خرافية. نص كيلو من اللحمة المفرومة بجد هتبهريهم. يلا بقى لايك وشير كده للفيديو وكمان متابعة، ويلا بينا نروح على الفيديو على طول ونعرف عملنا الأكلات بتاعتنا دي ازاي. كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي كتير في الكومنتات، ويلا بينا نسمي بسم الله. أول حاجة هنعملها هي خلطة الحواوشي. الخضار بتاعنا اللي معانا خديها قاعدة كده، كمية اللحمة في الحواوشي هتبقى قد كمية البصل بالظبط. هنا عملت نص كيلو من اللحمة المفرومة هياخد نص كيلو من البصل. عندي البصل بتاعي كده هقطعه في الكبة زي ما انتوا شايفين، وهاخد عليه ربع كيلو من الفلفل الحار على البارد. تمام كده. زودي الفلفل الحار بقى زي ما بتحبي او على حسب رغبتك. لو ما بتحبيش الفلفل الحار ما تحطوش، بس يعني يفضل تحطي حتى لو قرن واحد، ما بيفرقش في الحرارة لكن بيفرق جدا في الطعم. تمام. وعندي هنا عودين من البقدونس كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة هاخد البصل والفلفل الحار افرمهم مع بعض مع التوم ناعم جدا كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هجيب البصل هزود عليه الفلفل اللي هو البارد كده زي ما انتوا شايفين، وهديله ضربتين كده مع بعض وبس كده. خلاص انا فرمت البقدونس مع البصل في الاول، وده كده الخضار كله اتفرم معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هاخد نص كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة لازم يكون فيها نسبة من الدهن. لو ما فيش فيها نسبة من الدهن يبقى تضيفي حوالي 100 جرام من لية الخروف أو من الدهن العادي. بعد كده التوابل بتاعتنا معانا معلقة من الفلفل الأسود، بابريكا، وكمان بهار حلو، ورشة جوز الطيب، ومعلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، ودي بتلاقيها موجودة جاهزة كده عند العطار أو أكياس كده في السوبر ماركت. تمام. وكمان معلقة من الملح. خلاص كده. وكمان رشة من البهار الحلو اللي هي الكبابة الصيني، بتدي طعم حلو جدا في خلطة الحواوشي. وبهارات اللحمة لو عندك رشة صغيرة كده حطيها. هناخد الكلام ده كله نطحنه ناعم جدا كمان في الكبة لحد ما العجينة بتاعة الحواوشي تبقى عاملة زي العجينة كده ومفتلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عجينة متماسكة جدا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هاخدها بقى اغطيها بستريتش واسيبها على الاقل ساعة في التلاجة. لازم تسيبيها اقل ساعة في التلاجة عشان تتسمر كده، والخضار واللحمة يشربوا من طعم بعض كده، والخلطة بتاعتك تبقى مظبوطة. ده بقى هنحضر عجينة الحواوشي بتاعتنا. عندي نص كيلو من الدقيق. الكمية اللي احنا عملناها من اللحمة او خلطة الحواوشي هتاخد كيلو من الدقيق. تمام كده. لو هتعملي كيلو من الدقيق هتاخد 3 كوبايات من المية الدافية او على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كده من الزيت اختياري، هي بتظبط بس العجينة معاكي. خلاص المية تكون دافية مايلة للسخنة كده على حسب ما تتحمليها انت وانت بتعجني. خلاص انا هنا عملت نص كيلو بس من الدقيق عشان انا هعمل كفتة وهعمل حواوشي، لكن الكمية دي هتاخد كيلو كامل من الدقيق عشان الكمية تبقى مظبوطة معاكي. هفضل اعجن فيها كده لحد ما العجينة تتلم معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. خلاص هي ما بتاخدش عجن خالص، مجرد ان هي اتلمت انا هي كده بقت جاهزة معايا. هغطيها بستريتش واسيبها في مكان دافي كده، هي مفيش فيها خميرة ولا اي مواد رافعة خالص زي ما انتوا شفتوا كده. هغطيها بس تريح حوالي نص ساعة عشان تبقى سهلة معايا في الفرد وفي التقطيع. العجينة دي بالظبط عاملة زي عجينة الفطير المشلتت، مفيش فيها اي مواد رافعة خالص. غطيتها كده واسيبها في مكان دافي زي ما قلت لكم تريح بس شوية حوالي نص ساعة على بال ما العجينة بتاعة الحواوشي او الخلطة بتاعة الحواوشي تكون جاهزة معايا. انا هجيب بقى خلاص عدى على العجينة نص ساعة، هجيب طبق كده وهقطع فيه العجينة بتاعتنا. دهنته بس برشة كده من الزيت، وهقطع العجينة دي هتعمل معايا 12 قطعة من العجينة كده او العيش زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الحجم كبير كمان مش صغير، وكل ده من نص كيلو من الدقيق. تمام. لكنا بقى رحنا اشترينا 12 رغيف من العيش. الرغيف ب2 جنيه، يعني كان هيكلفوك 24 جنيه. احنا بقى جبنا نص كيلو من الدقيق تقريبا ب8 جنيه. فعملناه ما كلفناش اي حاجة، وشوية مية
ورشة ملح وبس كده. خلاص احنا قطعنا العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وغطيته برضو بكيس بلاستيك عشان يطرى معايا. وهبتدي بأول واحدة انا قطعتها، وهبتدي بقى اجيب قطعة من اللحمة كده واحشيها، او قطعة من خلطة الحواوشي واحشيها واقفلها كده زي سرة. وبعد كده هفردها، وبفردها على نقطة من الزيت. دي اتفتحت معايا من تحت بس عادي خالص، ولا يهمك اي حاجة، كملي عادي. والصينية بتاعتك تكون مدهونة زيت، دهنة كويسة كده، عشان الزيت او السمنة اللي انت هتحطيها هي اللي هتسويلك الحواوشي وتديله لون حلو من تحت ومن فوق. اهو زي ما انتوا شايفين بحط الحشوة بقفلها زي سرة كويس جدا عشان ما تتفتحش معايا، وبفردها شويه بس صغيرين، ما تفرديش قوي عشان الرغيف ما يتفتحش معاك. هرصهم كلهم جنب بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهدهن برضو الوش بدهنه كده من الزيت. ولو سلام بقى لو عندك ليه خروف تحطيها في النص الصينيه كده، او على الوش كده على كل قطعه من الحواوشي تحطيها ودخليها الفرن. قبل ما تدخليها الفرن خليها بس تريح 10 دقايق، وبعد كده هتسويها من تحت الاول، وبعد كده هتحطيها تحت الشوايه. انا هنا القطعه انا معايا فضل معايا تقريبا نص خلطه الحواوشي. هعملها كفته كده عشان الولاد كانوا عايزين كفته، فهعملها في صينيه كده. جبت صينيه ودهنتها بدهنه من الزيت، على يعني انا جبت معلقتين من الزيت وحطيت عليهم معلقه من البابريكا وقلبتهم مع بعض، ودهنت ارضيه الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، وصبعت الكفته بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده خلاص، عملت معايا حوالي 7 أو 8 صوابع من الكفتة، وما شاء الله كان حجمهم حلو. خلاص اسخن الفرن كويس جدا من فوق وكمان من تحت زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط الحواوشي من تحت والكفتة من فوق تحت الشواية، على بال ما الكفتة تستوي تكون الحواوشي اتحمر كده من تحت على الصاجة على طول مباشرة. يعني الاتنين بسويهم مع بعض ما بياخدوش معايا بالظبط 10 دقايق وبيكونوا جاهزين معايا. الكفتة بتستوي تحت الشواية على طول، مش محتاجين ان احنا نحطها نسويها من تحت. خلاص كده. ودهنتها باللي هو الصوص الشوي، اللي هو عبارة عن زيت وبابريكا ورشة من الملح وبس كده. دهنتها من فوق ومن تحت كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتها تحت الشواية. ولما الحواوشي استوى من تحت طلعته تحت الشواية، حطيته تحت الشواية شوية اخد لون كمان. وبس كده بالهنا والشفا. ما شاء الله بنص كيلو من اللحمة المفرومة بس عملت يعني أكلتين مختلفين كده زي ما انتوا شايفين، ومن عجينة واحدة. عجينة الحواوشي عملت منها الكفتة وكمان الحواوشي اللي هو الاسكندراني ده سهل وسريع جدا وكمان موفر جدا جدا. الحواوشي الاسكندراني اللي بيتعمل بالعجين احلى واطعم والذ من اللي هو بيتعمل في العيش البلدي. كمان زي ما شفنا كده عملنا عيش في البيت، يعني بنص كيلو بس من الدقيق عملنا 12 رغيف. زي ما شفنا لو كنت رحت اشتريتي عيش بلدي 12 رغيف كان هيكلفك 24 جنيه. احنا وفرنا وعملناه ب3 كوبايات بس من الدقيق زي ما شفنا كده، وحاجة سهلة وسريعة بدل ما تروحي تشتريه غالي من بره، او حتى تعمليه في البيت لسه هتسويه وتفتحيه وتحشيه والكلام ده. لا احنا عملناه، اختصرنا الخطوات دي كلها وعملناه بعجين كده. بس اقسم بالله طعمه في منتهى الجمال. شايفين متحمر من فوق حاجة كده رهيبة. عايزة اقول لكم الريحة كانت قلبة الشارع كله مش البيت بس كمان. بالهنا والشفا، اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام.